قصتنا رابعة عن جيانج تشي، فامباير يمتص طاقة الحياة. تخيل نفسك تكون ماشي في شارع ضلمة وتسمع صوت حد بيتنفس قريب منك، فتبص حواليك فتتفاجئ إن في جثة حد ميت واقفة بتبصلك، وفجأة بتنط من مكانها ناحيتك عشان تهاجمك. ده مش كابوس، ده كائن اسمه جيانج تشي. الجيانج تشي هو جثة حد مات ورجعت تاني للحياة، بس مش عشان تدور على دم زي مصاصين الدماء، دي رجعت عشان تدور على تشي. التشي في اللغة الصينية هي الطاقة الحيوية الموجودة جواك. أسطورة الجيانج تشي أسطورة قديمة جدا، بدأت في فترة حكم أسرة تشينج في الصين. وقتها الناس كانت بتعتقد إن الجثث اللي ماتت بعيد عن بيتها لازم ترجع تدفن وسط أهلها عشان روحها ترتاح، ولو ده ما حصلش لأي سبب كان الميت بيصحى تاني بعد ما يتحول ويبقى جيانج تشي. وبيتقال في الأساطير والقصص الشعبية الصينية إن في أكتر من سبب تاني ممكن يخلي الميت يتحول لجيانج تشي، زي مثلا إنه مات موتة عنيفة أو موتة بشعة، أو إنه ما تعملوش طقوس دفن كاملة. الجيانج تشي شكله في الأساطير والقصص الشعبية الصينية بيكون عبارة عن كائن وشه أبيض مزرق كأن الدم اختفى منه، جسمه متخشب زي المومياء، دايما لابس لبس صيني قديم، وعينه مفتوحة على الآخر من غير رموش. بس أغرب حاجة إنه لا بيمشي ولا بيطير عشان يهاجم ضحيته، ده بينط على الضحية. الجيانج تشي لما بيهاجم ضحيته مش بيعض، هو بيقرب من الضحية ويشم ريحة نفسه، ولو حس إن عنده تشي أو طاقة قوية يمسكه بكل قوة وبيبدأ يمص الطاقة منه لحد لما الضحية يقع جثة متصفية لحم على عظم. اللي يخوف أكتر إن لو الجيانج تشي ممتصش طاقة ضحيته كلها وساب جزء منها، الضحية بتتحول هي كمان لجيانج تشي، بمعنى إنه لا إما الضحية تموت يا إما تتحول لجيانج تشي. الناس في الصين كانوا بيحموا نفسهم من الجيانج تشي عن طريق إنهم كانوا بيجيبوا ورق لونه أصفر ويكتبوا عليه تعويذ بالدم، ويشيلوا الورق ده معاهم. وأحيانا تانية كانوا يشيلوا معاهم مرايات صغيرة أو يحطوا مرايات كتير في البيت، لأنهم كانوا بيعتقدوا إن الجيانج تشي بيخاف يشوف صورته في المراية، وإنه لو شاف صورته ممكن يموت وينتهي. ده غير إنهم كانوا أحيانا يروحوا للمكان المدفون فيه الشخص اللي اتحول لجيانج تشي ويرموا على تربته حبوب رز أبيض، لأن الناس كانت بتعتقد إن حبوب الرز الأبيض بتمنع الجيانج تشي من إنه يطلع من تربته. في كتاب اسمه Strange Stories from Chinese Studio أو حكايات غريبة من الصين، مؤلف الكتاب ده ذكر قصة إن في قرية اسمها شينغتشان، وإن في واحد في القرية دي اسمه لو يي مات وهو مسافر، بس ما فيش حد قدر يجيب جثته عشان يدفنها في البيت. وبعد كذا يوم أهل بيته سمعوا صوت حد بينط فوق السقف، وفي مرة سمعوا صوت حد بيخبط على باب البيت، وأول ما فتحوا الباب لقوا لو يي واقف قدامهم، وفجأة راح ناطط ناحية جدته اللي أول ما قرب منها وقعت على الأرض وماتت في ساعتها. كل اللي كانوا موجودين بيقولوا إنهم ما شافوش غير دخان أبيض طالع من صدر جدته، وإن لو يي كان بيشفط الدخان ده. في الصين ولحد النهاردة في بعض القرى الناس بتخاف تسيب الميت من غير ما يدفن بسرعة. في ناس بتأكد إنهم شافوا جيانج تشي بينط من فوق بيت للتاني وسط عتمة الليل. ومع نهاية قصتنا عن جيانج تشي تكون خلصت حكايتنا عن الفامبايرز الأربعة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب،
وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. كان معاكم هشام صلاح وانتوا على قناة دهاليز. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.